أنا حاولت أرفع عن عيوني. لما طلعت الدنيا عتمة والدنيا ليل وإشي بخوف، وصرت أرجف. أنا من النوع اللي بخاف من الناس. أنا عالية موسى عودة رشايدة من قرية عرب رشايدة، بشتغل معلمة في روضة الأطفال. قرية رشايدة بتقع بجنوب بيت لحم، محاطة في المستوطنات. يعني بدك تروحي من هون تركبي لبيت لحم 4-5 مستوطنات على الطريق. فيها. لما اجوا بالليل علينا واجوا عليا، وبعد ما فتشوا البيت وما لقوش حدا وما فيش ناس، اجوا اخذوني حملوني. اجت شو سوت فيي؟ كلبشت ايديا، انا ما توقعتش انها تاخذني يعني، وغمت على عيوني وقالت لي يلا قومي. هي جرتني من ايدي جرتني جر. اجت ركبتني في الجيب، قالت لي اركبي، ما قدرتش اركب، دعتني في الجيب، خبطتني، طلعتني. هلا انا ما عرفت انا وين رايحه، وين انا، في البلد انا برا البلد، انا مو عمية مش شايفه شيء. هلا بعد شويه يعني ابو نص ساعه اللي انا بسمع صوت الكلاب ونبح الكلاب، قالت لي انزل. انا بدي انزل، قلت لها مش شايفه انزل، قالت لي انزلي. انا فكرتها رميتني عند بيتنا. هلا بعد ما راحت انا حاولت ارفع عن عيوني. لما طلعت الدنيا عتمه والدنيا ليل وإشي بخوف، وصرت ارجف. انا من النوع اللي بخاف من الناس. صرت ارجف يعني منطقه مش عارف انا وين. احنا ابرز الانتهاكات اللي بنتعرض لها كنساء، انه لما كانت مسكره الحوادث كان عندنا نساء تنتين، وحده كانت بدها تولد وما رضوش ينزلوها على البلانس، والبلانس واقف يعني بس مسافه ابو 100 متر، بس انها تنزل عن الحاجز تروح للبلانس ما رضوش اليوم، قالوا ممنوع ارجعي. والله العظيم وصلت المستشفى والولد كان نازل منها، يعني استلحقوا ولا كان مات الولد. انا رسالتي للعالم، رسالتي كأي رساله امراه فلسطينيه تطلب الحمايه، يوفروا لنا الحمايه، يوفروا لنا نعيش زينا زي باقي نساء العالم، يوفروا لنا الامان. وهذا كله مش راح يصير الا بخروج قوات الاحتلال من عندنا. طول ما الاحتلال محتلنا عمرنا ما بنحس بالامان، عمرنا ما بنحس ان حالنا كنساء باقي العالم، عمرنا ما بنحس بالحريه، عمرنا ما بنحس بالسعاده طول ما اليهود عندنا. يعني اليوم احنا سوينا المقابله وحكينا العالم بدها تمسكنا، مش راح تمسكنا العالم. احنا بنطلب من العالم انهم ينصفونا، انهم يساعدونا، بس العالم شو سوى؟ يعني بدنا قديش بنطلب؟ طول عمرنا بنطلب كنساء فلسطينيات انه ساعدونا. يا عالم اطلعونا، يا عالم اطلعوا للشعب الفلسطيني، مش انا بس منتهكه كرشايده، كل الشعب الفلسطيني منتهك، كل النساء في فلسطين منتهكات.